السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن النوع الثاني من حالات الشوك وهو الكارديوجينيك شوك. اتكلمنا قبل كده عن الشوك وعرفنا ايه هي الشوك، وعرفنا ايه هي المراحل بتاعتها، وعرفنا ايه هي الاعراض بتاع الهايبوفوليميك شوك، وثبتنا خطوات ثابتة لعلاج كل حالات الشوك. هناخد النهارده الكارديوجينيك شوك. في النوع ده بتكون كمية الدم طبيعية، بس القلب اللي مش قادر يضخ الدم، مش قادر يضخ الدم لسبب ما، في مشكله في القلب، في جلطه في القلب، في نيوموثوركس ضغطه، في اي مشكله في القلب زي الام اي، وديت الحاجات الاشهر فيها. طيب الاعراض اتكلمنا عن الاعراض قبل كده في الهايبوفوليميك شوك، والاعراض ديت هنثبتها في كل حالات الشوك، ولكن هنزود عليها حاجات زي سرعه في ضربات القلب، انخفاض في الضغط، بهتان في الجلد، في جفاف، واتكلمنا احنا بنضغط على الضافر، لونه ما بيرجعش في خلال السنتين، لا بيتاخر. لا هنا هنزود بقى احتقان في اورده الرقبه، احتقان في الكبد، ممكن يكون في زرقان في الاطراف، وممكن يكون في ارتشاح رقبه. طيب الحاله بتجيلي والدكتور بيبص عليها، وبناء عليه بيطلب الفحوصات اللازمه زي مثلا رسم قلب لو شك ان في حاجه في القلب، انزيمات قلب برضه، ولو شك ان في نيوموثوركس بيطلب شيست اكس راي. طيب العلاج زي ما احنا قلنا بنثبت خطوات ثابته، ويا ريت كلنا نبقى عارفينها ان احنا هنثبت خطوات ثابته في كل حالات الشوك. زي اي حاله طوارئ طبعا بتجيلنا الاي بي سي، وبنركب 2 كانولا كبار، وبنحطه على اكسجين، وبنمشي محاليل ورديه، وبنركب قسطره بوليه. هناخد بالنا هنا ان في حاله الكارديوجينيك شوك عشان حاله القلب في مشكله، مش هندي محاليل زياده، هندي محاليل 500 للتر او حسب ما الحاله احنا شايفينها. والقسطره البوليه طبعا لازم نعرف الحاله بتجيب بول قد ايه، مهم جدا مهم جدا ان احنا نعرف ان البول الخارج بتاعنا قد ايه، وبرده نشوف لو في دم خارج في البول او حاجه، وديت حاجه مهمه جدا ولها اعتبارات كتير. ده العلاج، الخطوات الثابته اللي احنا قلنا عليها في العلاج. لكن هنا هنزود ان احنا كل مره بنعالج السبب، ايه اللي عامل لي مشكله، ايه السبب اللي عامل لي مشكله في الكارديوجينيك شوك. ام اي مثلا، هنشوف الدكتور بص على الحاله، لا الحاله محتاجه تركب بي سي اي، والكلام ده كله بعد ما تكون الحاله جات لي في الطوارئ وخدت الاسبرين بتاعها اللي احنا اتكلمنا قبل كده في الشيست بين في فيديو سابق، يا ريت نبقى نبص عليه، وممكن اسيب لكم اللينك بتاعه تحت، ان احنا نبص. هياخد الاسبرين بتاعه ويتحط على الاكسجين في الطوارئ، والدكتور خلاص بص عليه، وبعد كده لازم الحاله دي هنتعامل معاها كانها حاله طوارئ، وهنحطه حاله اي سي يو معلش، وهنحطه على مونيتور. طبعا بنستدعي دكتور القلب يكون معانا عشان لو في رفرفه في القلب والدكتور حب يستعمل جهاز الدي سي ولا لا. والحاله بتتنقل من الطوارئ للرعايه المركزه، وبتكون تحت اشراف دكتور الرعايه وتحت اشراف دكتور القلب. ويا ريت نبقى حافظين الخطوات الثابته اللي احنا قلنا عليها في العلاج، والاعراض بتاعه الشوك، وكل مره هنزود على الاعراض المناسبه بتاعه كل حاله او كل نوع من الشوك. والعلاج كل مره العلاج معانا الثابت اللي احنا قلنا عليه اي بي سي، 2 كانولا، اكسجين، محاليل ورديه، قسطره بوليه، لكن هنزود عليهم علاج السبب زي ما عملنا النهارده. ويا رب تكونوا استفدتوا النهارده باي معلومه.